بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد آمين. النهاردة معادنا مع معجزة جميلة للملاك ميخائيل، وهي عن فتاة من غير رحم نتيجة حادثة، وفجأة لقت نفسها حامل بمعجزة من الملاك ميخائيل، معجزة فعلا تفرح القلب. وهو دايما بيقول إن مفيش مستحيل عند ربنا أبدا. وتقول المعجزة إن البنت دي كانت مخطوبة، وحلمها زي كل بنت إنها تكون أم في يوم من الأيام، لكن فاجأتها آلام حادة جدا في الرحم، فراحت تكشف عند الدكتور، فقال لها للأسف في ورم خبيث فلازم الرحم ده يتشال. فحزنت جدا من جوه قلبها، ازاي ده هيحصل؟ قال لها الدكتور عشان المرض ده ملوش علاج أبدا. والبنت دي لما خرجت وقابلت خطيبها فكرت كتير ازاي تقوله الخبر دوت، لكن كانت لازم تصارحه. وفعلا قالت له بكل شجاعة ان احنا لازم نفسخ الخطوبة دي، عشان انا مش هكون ام ولا هقدر اجيب لك اطفال في يوم من الايام. لكن خطيبها عشان كان بيحبها جدا من كل قلبه قال لها انا مش مهم عندي اي حاجة تانية غير انك انتي تكوني معايا في الحياة، وده اهم ما في الدنيا، ومش عايز حاجة تاني خلاص. وأمام إصرار الخطيب ده اتمموا الزواج وعاشوا، لكن كان جواها دايما وجع جامد جدا، لأنها طبعا شايفة اللي حواليها وأسئلة من ناحية دي ومن ناحية دي عن موضوع الخلفة، لكنها كاتمة كل الوجع ده في قلبها ومش قادرة تتكلم، لأن محدش كان عارف الحقيقة ديت غير هي وخطيبها بس، أو هي وزوجها بس. وبالفعل ابتدت حماتها تضايقها بالكلام، وكانت بتضايقها ليه انتي مخلفتيش لغاية دلوقتي رغم ان مر شهور على الموضوع. لكن فوجئت بحماتها قالت لها في رحلة للملاك ميخائيل في ديره، تعالي نروح ونزور ونطلب منه شفاعته وممكن تحصل المعجزة. وبالفعل راحوا سوا، وهي كمان وقفت قدام مقصورة الملاك ميخائيل تشفع بيه وتعيط قدامه وتطلب منه بلجاجة، والدموع نازلة دايما من عينيها. وقالت له بكل شجاعة وثقة في ربنا إن يا إما تخلي حماتي تسكت عني، يا إما تجيب لي عيال وإنت تقدر، لأن شفاعتك قوية قدام ربنا، رغم إن أنا مش عارفة ده هيحصل إزاي، وخصوصا في الموضوع اللي أنا فيه. وبالفعل حصلت المعجزة، وبعد فترة حست بآلام شديدة جدا في بطنها، وراحت تكشف. الدكاترة قالوا لها غريبة قوي انت حامل. وبالفعل جابت طفل وسمته على اسم الملاك ميخائيل. بركة شفاعته تكون معاكم ومعانا امين. وما تنسوش تشاركوا معانا في قناة نور القديسين يفرح ربنا، دايما يفرح قلوبكم بكل غالي. وما تنسوش اللايك والاشتراك عشان القناة الصغيرة تبقى كبيرة. بركة صلوات القديسين وأمنا